مساء الخير والسرور يا احلى متابعين قناتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير على خير بأتم صحه ان شاء الله. نتوما كتشوفوا في الفيديو. قبل ما نبداو بلا فيديو نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بديل للخبز بالخضر. الناس اللي كيبغيو ياكلوا الخبز وكيخافوا يطلع لهم السكر، انا جبت لكم بديل الخبز غير بالخضر، كيجي اكثر من رائع. المذاق ديالو راه كيجي واعر واعر، غتندموا الا ما جربتوش. طريقه زوينه وسهله، تقدروا توجدوها في الغداء ولا توجدوها في العشاء. مناسبه للمرضى السكري، الناس اللي متبعين الدايت والريجيم الكيتو، المهم كاع انواع الريجيم. كتجي لذيذه لذيذه بزاف، ما تسخاوش تبعوا منا. الا عجبكم فيديو ما تنساوش خاصكم من لايك بارطاج فضلا وليس امرا. ندوزو المقادير على بركه الله. غادي نحتاج هنا 2 جزرات وجوج كورجيط، بحجم متوسط على حساب عدد الاشخاص اللي عندكم في البيت. المهم آه، غادي نديرها غير ليا بوحدي، يعني شخص واحد. 2 كورجيط و2 جزرات غادي نحكهم بالحكاكه رقيقه كيف ما كتشوفوا. صريت لكم فيديو باش ما يجيش طويل وممل. ضروري تحكوا في الحكاكه رقيقه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. طريقه زوينه وسهله، وكتبغيو تنوعوا في الاكل الصحي ديالكم ولا للحرمان، وكاينين وجبات صحيه زوينه لمرضى السكري. وهكا السكر ديالنا كيبقى مقاد. هنا درت معلقه ديال الزيت، درت التوابل غنخليها لكم في صندوق الوصف. الملحه، البابريكا، البزار، سكينجبير، الكمون. هنا خديت بيضه بلديه باش تكون الطبق يكون صحي 100%. خديت غير بيضه وحده. خديت شويه ديال الربيع مطحون. هنا خديت شويه ديال الفرماج، ما حاولت ما بغيتش ندير كل حاجه في التبصيل باش ما يتقووش عليا قوه الماعن. ما فيا لا تكبر لا حتى شي حاجه. صافي هنايا درت 2 معالق ديال الياغورت طبيعي، وكتفيت غير ببيضه وحده. كيف ما كتشوفوا خلطت كلشي العناصر مع بعضياتهم، وشديت لاطه اللي غندخل الفران. درت فيها داك الورق الزبده، ضروري الورق الزبده حيت كتلصق هاد الاكله. الا درتيها هكا في لاطه ما درتيش الكاغ ديال الزبده راه غتلصق ليكم اختي. ضروري ديري الكاغ ديال الزبده. صافي حاولت نبسطها بالمعلقه ونقادها مزيان، حاولت نرققها شويه ونقادها بالمعلقه باش تكون على شكل مستطيل. بغيتو ديروها على شكل دوائر ديروها، المهم انا درت على شكل مستطيل. مهم لكم الاختيار، راها كتجي زوينه زوينه بزاف. المهم الا بغيتوش ديروا دانون مسوس ما ديروش، اكتفوا غير بالبيض وشويه التوابل، اي توابل بغيتو. المهم الملح، البزار، سكينجبير. من الفوق درت عليها شويه ديال الزرارع. المهم الزرارع اللي عندك درت سانوس، زنجلان، زرع الكتان، وشويه ديال الزعتر من الفوق، راه كتعطي منظر وكتعطي واحد المذاق زوين. ما بغيتوش ديروا هاد الزرارع ما ديروهمش، لكم الاختيار. المهم انا هذه درتها في وجبه غداء وشاركتها معاكم. صافي هنا غادا ندخلها الفران على نار مهيله. غادي ندير النار من التحت وهي من الفوق حتى تبان ليا تحمرات من الفوق. صافي وغادي نحيدها. صافي هنايا راه طابت ليا خواتاتي، شوفوا كيفاش جات، راه دغيا كطيب، يعني ما كتاخذش وقت طويل. وهاد الوجبه راه مشبعه، الا كليتوها راه كليتوها مع الغدا راه ما غتاكلوا حتى الليل، يعني كتخليكم شبعانين نهار كامل. غير جربوها خواتاتي، والله العظيم انا من جربتها والله العظيم حمقاتني في المذاق ديالها. غنبقى دائما ان شاء الله نديرها ونعمرها باش ما بغيت. صافي هنايا حيدت لها داك الورق ديال الزبده وحطيتها غير في داك البلاطو اختي، ما عندي شي حاجه اللي غنحط فوق منها. درت فوق هذاك البلاطو راه مغسول نقي، ودهنتها بالجبن. المهم نتوما دهنوها بالفرماج ولا الجبن اللي بغيتو. درت هنايا الخس، ممكن تعمروها باش ما بغيتو بصدر ديال الدجاج، لادين، الطون، الكفته اللي بغيتو. انا درت غير بهذا الشيء بسيط ظريف. درت مطيشه دوائر، الخيار دوائر، هذاك المايونيز درتو بياغورت طبيعي. درت فيه شويه الملح، شويه البزار، شويه الخل، شويه زيت الزيتون، وخلطته مزيان وهو اللي درتو. صافي غادي نروليهم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. راه كتجي زوينه وسهله ودغيا كتوجد في رمشه عين. علاش نحرموا ريوسنا من الماكله ولا ناكلوا شي حاجه فيها نشويات والسكر ديالنا طلع؟ بالعكس، هاد الخبيزه زوينه وساندويتش مشبع وغيخليك شبعانه النهار كامل. صافي كان عندي شويه ديال الفرماج اختي الشايط، درتو من الفوق وغادي ندخلها للفران غير يذوب هذيك الفرماج وغنحيدها. كتجي زوينه زوينه بزاف، كتجي ما نقولش لكم مذاق حتى تجربوها شوفوا كيفاش غتجيكم. صافي كانت هذا هو الشكل النهائي ديالها. قدمت معاها شويه ديال الخيار، طريفه ديال الخيار. وكنتمنى يعجبكم لا فيديو. ما تنساوش الاشتراك باش دائما يوصلكم كل جديد عندي.
واللي بغى شي حاجة يخليها ليا في التعليق، إن شاء الله نديرها معاكم، ونخليكم مع السلامة، إلى اللقاء.